ازيكم؟ في فيديو النهارده يعتبر هنحكي عن قصة كفاح لشخص من بياع اجرته 120 قرش لصاحب اشهر واكبر شركات ومصانع في الشرق الاوسط. ابهر اليابانيين بشغله وطموحه العالي، فاز بوسام من الشمس المشرقة من امبراطور اليابان، وده اعلى وسام هناك. والشخص ده هو محمود العربي، صاحب شركات ومصانع توشيبا في مصر. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا بينا نشوف ايه الحكاية. محمود ابراهيم العربي مواليد 15 ابريل 1932، اتولد في قرية ابو رقبة في المنوفية، وخرج من التعليم في سنة رابعة ابتدائي. بس كان في ميزة، وان هو كان حافظ القرآن الكريم كله. ومحمود العربي وهو صغير كان بيحب التجارة جدا، لدرجة ان هو وهو صغير حوش 30 قرش واشترى بيهم بلالين وصواريخ عشان يبيعهم للأطفال التانيين في يوم العيد. وفعلا باعهم لأصحابه في العيد وكسب فيهم من 10 ل 12 ساعة. كانت دماغه وهو صغير كانت حلوة جدا، وقعد يكرر نفس الحوار فترة كبيرة. ولما بقى عنده 10 سنين سافر للقاهرة عشان يشتغل هناك، واشتغل في الحسين في محل خردة. وصاحب محل الخردة كان ماشي بمبدأ اكسب قليل تبيع كتير، ويا ريت فعلا الناس دلوقتي تمشي بالمبدأ ده. وكان مرتبه في محل الخردة 120 قرش، وبعدها راح لمكتبة يشتغل فيها وكان مرتبه 6 جنيه، والكلام ده سنة 1949. في سنة 1950 اتجوز محمود العربي واحدة اسمها هانم، جارتهم في القرية. وفي الوقت ده كان هو عنده 18 سنة، وهي كان عندها تقريبا 15 سنة. بعد 4 سنين راح على القاهرة عشان يشتغل هناك، بس للأسف جاله استدعاء من الجيش، وراح فعلا الجيش وحضر العدوان الثلاثي على مصر وهو في الجيش. ونيجي بقى لبداية محمود العربي سنة 1964. قرر ان هو يشتغل مع نفسه، وهو وصاحبه عنتر جمعوا 4000 جنيه ودخلوا شركة مع 2 كمان. وبعد ما فتحوا محل العربي مات عنتر صاحبه بعدها بسنتين على طول. بس محمود العربي كان كويس جدا مع اولاده، وبعت لهم دايما فلوس، وبيبعت لهم نصيبه كل اخر شهر. وبعد ما اتخرجوا عطى لكل واحد منهم 30,000 جنيه يبدأ بيها حياته. وفي سنة 1964 فتح محمود العربي تاني محل العربي، بس من غير أي شريك، واللي كان بيساعدوه فيه إخواته الولاد. وبعد كده ربنا رزقه من وسع، والمحلات كترت والأرزاق كترت، ففكر إن هو يصنع حاجة، بس يصنع اللي هو يعرف يبيعه وبيفهم فيه. وفي الوقت ده الألوان الشمع كانت مطلوبة جدا في السوق، فقرر ان هو يبدأ بيها المشروع. فعلا بدأ بالالوان الشمع، وخلى المخرج فهمي عبد الحميد يعمل له اعلان ليها في التلفزيون، والاعلان فعلا عمل ضجة سنة 1970. انا بتكلم على محمود العربي صاحب شركات توشيبا والتلفزيونات والثلاجات والغسالات والحاجات التقيلة دي. بس دي كانت بدايته من تحت، وزي ما قلنا محمود العربي كان طموح جدا جدا جدا. في سنة 1971 بدأ محمود العربي ان هو يبيع التلفزيونات الابيض واسود والراديو. كان ماشي بمبدأ اكسب قليل تبيع كتير، وفعلا المبدأ ده بتاع زمان اللي كان ماشي معاه. وعشان كده باع كتير جدا من التلفزيونات دي، لان محمود العربي زي ما قلنا اي حاجة عاوز تبيعها اديها له. ندخل بقى في التقيل، وبدايته مع توشيبا. 1974 شركة توشيبا اليابانية كانت عاوزة تشوف وكيل ليها في مصر، وبالفعل بعتت شخص عشان يشوف مين اللي هياخد التوكيل في مصر. واول ما جه الشخص ده سمع عن الضجة اللي محمود العربي عاملها، فطلب ان هو يروح على عنده على طول، وبدأ ان هو يراقبه عشان يعرف كل تفاصيله في الشغل، وهل يستحق ان هو ياخد التوكيل ولا لا. وبالفعل اخد التوكيل محمود العربي. في نص 1975 محمود العربي كان مسافر لليابان عشان يشوف المصانع اللي هناك. بس اول ما شاف المصانع والتصنيع وعجبه قالوا ليه ما صنعش، هم احسن مننا في ايه؟ وبالفعل طلب منهم ان هم يصنعوا في مصر، بس في الاول رفضوا. فقال لهم انا ببيع لكم اللي انتوا عاوزينه. وبقت شركة توشيبا هي اللي مكتسحة السوق المصري بفضل ربنا ثم فضلي. فراحوا طبعا وافقوا على طلبه، وبالفعل بدأوا ان هم يبنوا مصانع هنا في مصر. واتفتح اول مصنع لتوشيبا في مصر سنة 1979. طبعا زي ما عارفين ان المصريين بيقلقوا شوية من المنتج المصري، محمود العربي قدر يقضي على الفكرة دي تماما. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انا ازاي دلوقتي. العربي عشان يخلي المصريين يثقوا في المنتج المصري عمل حركة ذكية جدا، اللي هو لو المنتج الياباني عليه سنة ضمان، لا المنتج المصري عندنا عليه 3 و4 سنين ضمان. وبكده قدر يكسب ثقة المصريين في المنتج المصري. وفي سنة 1984 بدأ محمود ان هو يصنع الكاسيت. ومش بس كده، الحاجات كمان اللي بيغلفوا بيها الأجهزة قالوا ليه نشتريها
من صنعها كمان، وفعلا بدأ في تصنيعها. وفي سنة 1995 فعلا محمود بدأ يصنع التلفزيونات والأجهزة الكهربائية زي الغسالات والتلاجات والتكييفات، وعمل فعلا في المجال ده إنجازات كبيرة جدا لحد النهاردة. وندخل بقى على شوية حاجات محمود العربي ما كانش حاببها، بس كان لازم يعملها غصب عنه لأن الأمر كان جاي من فوق. في سنة 1987 محمود العربي بقى رئيس الغرفة التجارية في القاهرة. حد هيقول لي طب ايه الوحش في كده؟ هقول لك لا، ما الوحش لسه ما جاش. العربي جاله مكالمة تليفون من أمن الدولة وطلبوا منه إن هو يدخل المجلس ويبقى من ضمن الحزب الوطني، مع إنهم عرضوا عليه كده سنة 1984، بس محمود العربي رفض وقال استحالة أرشح نفسي، ورفض لأنه كان شايف إن السياسة دي بتضيع الوقت وما بتديش أي مصلحة. وطبعا تفكيره كان شبه صح، وهنعرف كده بعدين. لازم يدخل عشان ده كان امر ليه، وانه كان لازم يدخل وما ينفعش ان هو يقول لا، لان كان في مشاكل في كذا دايره وهنعرفها دلوقتي. وكانت الدايره الاولى دايره عين شمس، واللي بينزل فيها مختار نوح عن الاخوان، وده كان دايما بيكسب باكتساح. وحاولوا وقتها ان هم يخلوا محمود الخطيب يترشح، بس محمود الخطيب ما وافقش، قال لهم انا راجل بتاع كوره. الدايره التانية كانت الدرب الاحمر، واللي كان بيكسب فيها على طول وباكتساح علوي حافظ، وده كان تبع الوفد. وتحايلوا على عادل امام ان هو ينزل قصاده في الدايره دي، بس قال لهم انا ليا في الفن وما بحبش الجد واحب الهزار. والدايره التالتة كانت الجماليه، ودي اللي هينزل فيها محمود العربي. ووقت الانتخابات محدش كان بيروح ينتخب، بس نجح العربي. هتقولي ازاي؟ هقولك معرفش. ومحمود العربي قال ان الموضوع ده كله سوري بس، وان الاجتماعات كلها بتضيع وقته وما بيستفادش اي حاجه. المره اللي نزل فيها محمود العربي اقترحوا قانون ضريبه المبيعات، بس محمود العربي كان معترض على القانون ده وقال لهم انتوا كده هتضيعوا مصالح التجار، وقال لهم انتوا المفروض تاخدوا الضرايب من التجار الكبار اللي بيوزعوا، وده هيكون احسن ليهم. وطبعا محدش سمع لكلامه. ولان محمود العربي معارض للقانون ده جدا، قال مش انا رئيس الغرفه التجاريه، فاخد مجموعه من الناس ونروح نقابل حد من المسؤولين الكبار ونبلغهم اعتراضنا الرسمي على القرار ده. وفعلا راحوا عملوا كده، بس الرد كان صادم ليهم جدا، والرد كان شبه تهديد بالحبس. في مرة حسني مبارك كان بيزور لجان مجلس الشعب، فمحمود العربي قال دي فرصتي خلاص وهعرفهم اعتراضي. واول ما دخل حسني مبارك لجنة الصناعة والتجارة، فضل محمود العربي رافع ايده عشان يبلغ رأيه للرئيس. الرئيس ما خدش باله، ورئيس الوزراء عاطف صدقي ورئيس اللجنة نفسه تجاهلوه. وفعلا اتطبق قانون ضريبة المبيعات سنة 1991. وفي لقاء حمد قنديل مع محمود العربي في برنامج رئيس التحرير سنة 2001، قعد يقول كلام كتير عن الحكومة ويخبط فيهم، وقعد يقول أنا معترض على قانون ضريبة المبيعات. وفعلا الحلقة وقتها عملت ضجة، وسبب اللي عمله محمود العربي ده الترابيزة اتقلبت عليه في الغرفة التجارية، لدرجة إنه سحب الثقة منه، وبقى كل الاجتماعات عبارة عن شتيمة وزعاق، لدرجة إن هما بقى بيشتموه شخصيا ويقولوا له يا جاهل وأنت جاهل ومش متعلم. وفي 2005 زار مبارك وأحمد نظيم رئيس الوزراء مصانع وشركات توشيبا العربي، والرئيس قال وقتها للعربي انت كبرت يا عربي واحنا سايبينك تكبر، كنوع يعني من التهديد. بس العربي بقى رد قال له ايه؟ انا اقول لك رد قال له ايه. قال له انا كل فلوسي هنا في البلد وكلها مصانع وشركات بنفع بيها الناس، الدور والباقي على رجال الاعمال اللي كل فلوسهم بره وبيسرقوا البلد ومش بينفعوها باي حاجه. زعل مبارك لانه فهم انه قصده على رجال الاعمال اللي الاعلاميين والنظام فرحان بيهم. والله كينج يا عربي. سنة 2009 فاز العربي بوسام الشمس المشرقة من امبراطور اليابان، وده اعلى الاوسمة هناك، وبصراحة هو يستاهل. وعمل العربي بعض الاعمال الخيرية زي مستشفى العربي في شبرا، ومجمع العربي الطبي والتعليمي في قريته ابو رقبة، ومعاهد تحفيظ القرآن وعطاها للازهر الشريف عشان تبقى تحت اشرافه، غير المسجد الرحمن الرحيم اللي في العباسية اللي الناس بتقول عليه ده حكاية. وطبعا ما نقدرش ننسى وقت أزمة كورونا اللي عمله محمود العربي مع عماله، عطاهم أجازة 14 يوم مدفوعة الأجر، غير إنه ما مشاش ولا عامل ولا نزل حتى من مرتبه جنيه، غير إنه عمل لهم مستشفى عزل ليهم لوحدهم وقتها. وعدد اللي شغالين في مصانع وشركاته كلهم تقريبا عددهم حوالي 36 ألف واحد. وباللي عمله ده خسر فلوس كتير جدا أكيد، بس كسب حب الناس واحترامهم. وطبعا باللي عمله ده ما كانش غريب جدا نشوف الاف الناس ماشيه في جنازته وقت وفاته. الكلام ده كان يوم 9 سبتمبر سنه 2021. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص وعرفنا ايه الحكايه. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب، وكان معكم حسن الخولي.